اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل بالكيلو اللحمة ده معايا النهاردة حاجة يا جماعة كلنا بنحبها ونعشقها وبنشتريها من بره بأسعار مهولة. هنعملها بنفس التتبيلة وسر تتبيلة المحلات معايا. يلا بينا. أول حاجة معايا علبتين صغيرين من الزبادي. هنعمل النهاردة تتبيلة خطيرة ما شاء الله، وهقول لكم على اسم الوصفة بس في آخر الفيديو. يا ريت لو انتوا عارفين اسم الوصفة يا ريت تقولوا لي عندكم في التعليقات. بنزل عليها بحبيتين طماطم مبشورين معايا بالمبشرة، وكمان انا مجهزة عندي حبيتين من البصل كبار يا جماعة، ومتبلاهم بشوية من الملح والفلفل الاسمر وسايباهم بقالهم دقيقتين. دلوقتي بقى هنزل معايا مية البصل، لازم تسيبيهم دقيقتين معاكي علشان تلاقي المية وانتي بتعصريهم كده مع بعض ينزلوا المية معاكي بالشكل ده. انا هستخدم معايا البصل بالمية بتاعته، اللهم بارك زي ما حضراتكم كده شايفين معايا في الفيديو بالشكل ده. وصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام علشان الوصفة تحلى بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا بقى عندي عصير ليمونة كاملة. دلوقتي بقى أنا هحط عندي الليمونة كده بالشكل ده، هعصرها معايا علشان أنا عايزاها تبقى الوصفة معايا مدية كده مزازة، تبقى مميزة جدا اللهم بارك. بحط كمان عندي شوية من الزيت، مقدار كده معلقة كبيرة. ما شاء الله شايفين المقادير كلها موجودة عندنا في كل بيت، ربنا يديمها نعمة علينا جميعا اللهم أمين. بزود كمان عندي المية بتاعتي في علب الزبادي يا جماعة، مقدار العلبتين بحط مكانهم مية بالشكل ده من الحنفية العادية خالص. ما شاء الله. بزود كمان عندي معلقة صغيرة من التوم. ما شاء الله حابين تزودوا التوم بس أنا مش بنصحكم بزيادة التوم في الوصفة دي. بحط بقى عندي معلقة صغيرة كاملة من الملح، وكمان الفلفل الأسمر، وكمان الكمون نص معلقة معايا. ما شاء الله. وهنحط بهارات عادية موجودة عندنا في كل بيت يا جماعة، يعني المتوفر عندك حطيه. أنا مش بقولك كلفي نفسك ولا هاتي بهارات غالية ولا الكلام ده خالص، اللي موجود عندك حطيه. بس أنا هنا عندي زودت عندي السماق معايا معلقة صغيرة كاملة من السماق، ورشة كده من الكركم معايا على الكاري اللهم بارك. وآدي بقى البهارات بتاعتي. دلوقتي بقى في خطوة مهمة جدا معايا قبل ما هنعملها معانا بالشكل ده. بحط عندي فصوص من الحبهان بفتحها بالشكل ده، وعندي جوزة الطيب يا جماعة. جوزة الطيب بتخلي الوصفة دي في حتة تانية بجد، حاجة كده فوق الخيال ما شاء الله. ببدأ عندي ببشرها عندي بالمبشرة بالشكل ده، وكمان كده خلصت عندي كل المقادير والمكونات الخطيرة دي. بقلبها عندي بالمضرب السلك ما شاء الله. شايفين التتبيلة معايا خطيرة. ليه أنا حطيت مية وليه أنا حطيت زبادي؟ أنا عايزاكم تقولوا لي في التعليقات. أولا إيه هي أهمية الزبادي يا جماعة؟ يا ريت تقولوا لي إيه هي في التعليقات أهمية الزبادي لما بنتبل بيها معانا، وبتساعد على إيه. ده شيء بيشرفني جدا وجودكم، وكمان تواجدكم معايا دايما في الفيديوهات معايا اللهم بارك. هبدأ دلوقتي هقلب بقى اللحمة معايا مع التتبيلة الخطيرة دي. حابة بقى تسيبيها عندك ساعتين. لو مستعجلة زي ما انا كنت مستعجله يا جماعه حطيتها عندي في التلاجة لمده نص ساعه بس، وبعد كده اشتغلت فيها وعملتها خالص مفيش اي مشكله خالص. هنا زودت عندي شويه كده من الكمون اللهم بارك، وهبدا بقى اخلط عندي اللحمه بالتتبيله الرهيبه دي، وهوريكم الفرق دلوقتي بين الفرق لما بتطلع من التلاجة بتبقى الخلطه عامله معاكم ازاي. بتتشرب كويس جدا وبتتشبع منها. شايفين لما اتشربت كويس جدا وقعدت معايا نص ساعة يا جماعة بقى شكلها عامل ازاي؟ خطيرة ورهيبة جدا. دلوقتي هندخلها فرن سخن على الرف الأوسط تستوي معايا، وبعد ما بتستوي وتطلع بروح عندي فحماية كده مولعاها بشوية كده من الزيت وغطي عليها تماما، تاخد كده من ريحة الفحم معايا بالشكل ده. مع العيش الطري ينفع تاكليها، وكمان العيش الناشف خطيرة جدا. العيش الملدن بتاعنا النهاردة مميزة جدا. اللحمة مستوية كمان خطيرة. حابة تاكليها مع رز أبيض أي حاجة يا جماعة، حتى لو مع مكرونة معاكو، يعني الوصفة دي
وبتمشي في كل حاجة. أكلتنا النهاردة هي الكباب المشوي يا جماعة. تتخيلوا بقى الكباب ده بيتباع ببره قد ايه؟ طبعا كلنا عارفين الأسعار غالية جدا، خاصة الكباب. شايفين بقى الصوص معايا لونه عامل ازاي يا جماعة؟ بجد حاجة خطيرة ومميزة جدا، وهتعملوها في أي وقت، خطيرة وزي السكر. أتمنى أن انتوا تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.